السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة اقول لكم بقى على طريقة صينية البطاطس البوريه باللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا. واو واو واو، بجد خطيرة فوق الوصف، تاكلي منها ما تشبعيش. بصوا بقى، يعني ممكن تقدم لوحدها، ممكن تقدم جنب اكل تاني. هي لوحدها مشبعة جدا وجميلة جدا وخفيفة وجديدة، وبصراحة برضه اول مرة اجربها. اللحمه اللي عندي هنا المتعصجه اللي انا هستخدمها، هستخدم لحمه متعصجه. عصجوها بالطريقه اللي بتعجبكم، يعني انا بحب اضيف جزرايه مبشوره، فلفل، حبه فلفل، طماطمايه تخليها جوسي ولونها احمر كده، فبتبقى جميله. بدبل البصل مع معلقه ليا وفص ثوم، وبنزل عليها باللحمه المفرومه وبقلبها، والبصلايه الجزريه المبشوره والفلفل. وفي الاخر بحط حبه فلفل الوان احمر واخضر او اصفر، اي حاجه المتاح عندك. بس كده. البطاطس سلقتها عادي خالص من غير اي حاجه، مفيش غير معلقه ملح. بتتسلق بصفيها وبهرسها تبقى بوريه، وبنزل عليها بملح وفلفل كمون. جوز الطيب، وده اساسي اي نوع بطاطس هتعملوه، فرن، طبيخ، اي حاجه او بوريه، لازم بشر جوز الطيب. بتنقلها في حته تانية. تمام كده. حطيت بقى التوابل بتاعتي، وطبعا حطيت معلقتين سمنه بلدي كبار ومعلقتين زيت. قلبتهم، حطي برضو الماده الدهنيه اللي تعجبك. قلبتهم وهرستهم قوي قوي في البطاطس بالهرسه بتاع البطاطس، وبعدين سويتهم كده وقلبت بايدي كويس، ورحت حطاها في الصينيه ومسوياها كويس قوي زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بقى بالطبقه التانية اللي هي طبقه اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها. اللحمه العصاج اعمليها بالطريقه اللي تعجبك، بس انا بحب اعصج اللحمه بتاعتي بالطريقه دي. في اخر، قبل ما اطفي على اللحمه، نزلت عليها بحبه فلفل الوان احمر واصفر. بس كده. هنزل بقى بكميه اللحمه بتاعتي على البطاطس من فوق، وهسويها. هي عباره عن طبقه بطاطس بوريه وطبقه لحمه عصاج، ومن فوق بقى الجبنه الموتزاريلا. بقى حطي زي ما انت عاوزه، تحطي ميكس، تحطي شيدر، تحطي زي ما انت عاوزه. بس هنا انا بقى سويت اللحمه بتاعتي. عايزه اقول لكم ريحتها وشكلها كان قالب الدنيا حرفيا، بجد خطيره. وهي متقدمه يعني خرط كده، مش مثلا مفتفته او كده، لا، بنقطعها زي خرط البشاميل او الرقاق او كده. كان عندي بقى ميكس جبن، وجبن بقى النوع اللي انت عاوزاه، بس انا حطيت موتزاريلا وحلوم. حلوه جدا جدا الحلوم يا جماعه، مع الموتزاريلا بتدي مطه كده يعني جميله، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي وغني قوي. بس وهنا كان عندي كام حته لانشون بيف مدخن، فرحت مقطعاه حتت مع الجبن كده وحطه على الوش. بس طبعا يعني هو لو استغنيتي عنه عادي، اصلا هو ما ادانيش طعم زياده يعني، بس هو كان متقلب بصراحه مع الجبنه الموتزاريلا، فهيشيله ازاي. بس حطيت طبقه الجبنه ودخلت على الفرن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، وطلعتها. هنا كانت سخنه مولعه ومش قادره اصبر عليها. حطيت حته كده عشان ادوقها في الطبق. كانت خطيره.